إنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا ماري متى البشير، بيتكلم على إزاي الملاك ظهر ليوسف في حلم وقال له خد الصبي أمه وروحوا الأرض مصر، لأن هيرودس الملك طالب نفسه. لغاية لما يجي الوقت الملاك يقول لك فيه ارجع عشان يتم المكتوب من مصر دعوت ابني، زي ما هو مكتوب في العهد القديم في هوشع. والواحد يسأل نفسه مرات كتير قوي، ليه يا رب الحياة مش أسهل من كده؟ يعني ليه المسيح نفسه يضطر ان هو يروح لغاية أرض مصر وعذراء في سن 14 سنة ومعاها طفل، ويوسف الكبير في السن، في سفر صعب جدا وفي هروب في نفس الوقت اللي ربنا كان قايل لها ان المولود منك هو قدوس الله. يعني معاها ربنا واللي معاها هو ابن الله، والملاك بيكلمها ومع ذلك بيطلب منها انها تعمل ايه؟ تهرب لأرض مصر. طب مش كان أسهل 1000 مرة إنك تخلص من هيرودس؟ يعني مش كان أسهل 1000 مرة إنك تخلص من هيرودس وما نحتاجش لكل اللفة الطويلة دي؟ ليه ربنا بيسمح إن احنا نمشي مشاوير طويلة قوي في حاجات ممكن تكون حلها عند ربنا سهل قوي؟ ليه يسمح إن يكون في ضيقات؟ وليه يسمح ان يكون في اضطهادات؟ وليه يسمح ان العذراء وهي ممتلئة نعمة وهي ام الاله انها تهرب قدام انسان مش مؤمن بربنا؟ ليه ربنا بيعلمنا النهاردة ان احيانا الامور مش هتكون منطقية؟ يعني الواحد احيانا يقول ايه، ليه الامور مش منطقيه؟ ليه ربنا ما يعملش الحاجه دي ويخلصنا ويريحنا؟ ليه ما يأثرش السكك؟ الحقيقه ان ربنا مش هدفه انه يحل المشاكل، مش هدفه انه يحل المشاكل، بل احيانا المشاكل تساعده في اللي هو عايز يوصل له. ربنا مش عايز يحل المشاكل، لأن ربنا شايف مشكلة كبيرة قوي ومشاكل صغيرة. هو عايز يحل المشكلة الكبيرة حتى لو كان في مشاكل تانية صغيرة قوي. المشكلة الكبيرة هي ايه؟ يعني لما ربنا يبص لك كده ويقول أنا أكتر حاجة عايزها منك هي إيه؟ إيه أكتر حاجة تمناها ليك هي إيه؟ لما ربنا يبص لكل واحد فينا كده وكل قصته يقول أنا أتمنى لك إيه؟ لو أنا بحبك قوي أتمنى لك إيه؟ أتمنى لك إنك تنجح في الامتحان، دي بسيطة. أتمنى لك إنك تخف من المرض، ممكن. لكن ربنا عنده خطة أكبر من كده، هدفه إن أنت في الآخر تكون موجود معاه فين؟ دي الهدف الأولتيميت. من هنا لغاية هناك أي حاجة توصلك للهدف الكبير ده مش مشكلة. بالنسبة لربنا مش مشكلة، بالنسبة لنا احنا مشكلة كبيرة. فيجي ربنا احيانا يستخدم المشاكل اللي بتنكد علينا جدا واللي بتضايقنا جدا من اجل ان هو يصلح بيها حاجات تخدم الهدف الكبير قوي ان احنا نكون فين في الاخر؟ في السماء. زي اب شايف ابنه ويبص له كده، تشوف الولد الصغير قدامه كده، وأم تشوف الولد الصغير قدامه وتبص له كده وتشوف فيه إنسان ناجح.
تبتدي تبص للولد كده، والولد يشتكي لها مثلا ان صاحبه زعلان منه، او يشتكي لها انه عايز يشتري اللعبة الفلانية. هي مخها في ايه؟ ان عايزة تشوف الولد في الاخر ايه؟ ناجح. ممكن تشد منه لعبة يعيط عشان عايزاه يخش أوضة ويذاكر، حاجة تخدم الهدف الكبير. لكن اللعبة اللي في إيده بالنسبة له هي كل شيء. ممكن يبكي، ممكن يعيط، ممكن يصرخ، ممكن يصوت، لكن في الآخر الأم شايفة إيه والأب شايف إيه؟ شايف حاجة كبيرة أوي. ممكن ربنا يسمح بضيقات كتيرة، ويسمح بأزمات كتيرة، ويسمح بأحمال كتيرة، ونصوت ونعيط ونقول ليه يا رب؟ ليه مش كده؟ وليه مش كده؟ وليه مش كده؟ وليه السكة الطويلة دي؟ وليه المشوار متعب كده؟ وليه مش كل حاجة سهلة زي ما احنا عايزينها؟ لكن ربنا عنده حاجات عايز يعملها، عايز يغير فينا حاجات، عايز يصلح فينا حاجات، عايز يعلمنا حاجات، عايز يورينا قيمة حاجات، عايز يفهمنا الفاليو بتاعت حاجات، عشان في الآخر نبقى ايه؟ عينينا على الحاجة اللي مش هتروح منا، عينينا على الحاجة اللي مش ممكن تتاخد منا. ليه يا رب تخلي المسيح والعذراء يدبوا المشوار ده كله ويروحوا الأرض مصر؟ خوف من ملك انت تقدر بكلمة واحدة تعمل ايه؟ تنهي حياته. ما يبقاش فيه الخوف ده، ما يبقاش فيه الخوف ده. علمنا مش كل حاجة شايفينها بعينينا منطقية هتتحقق في حياتنا. للأسف ما ياش كده. مش كل حاجة منطقية، ومش كل حاجة احنا شايفين ان احنا نستحقها، ومش كل حاجة شايفين انها صح هتمشي بسهولة في حياتنا. لكن في حاجات تانية ربنا عايز يعلمك صبر. هيعلمه لك ازاي؟ بين الحاجات تبقى سهلة ولا تبقى صعبة. عايز يعلمك الحاجات اللي هتبقى والحاجات اللي هتزول. يعلمك ازاي؟ بخسارة الحاجات اللي هتزول. مؤلمة، مؤلمة. زي طفل بيحب حاجة والواحد ياخدها منه، يقول ليه؟ ده تعذيب، ده ليه بتاخدها منه؟ عشان عايزه يعمل حاجة ممكن تكون أعلى، وممكن تكون هتفضل أكتر منها. لكن بالنسبة للطفل إيه؟ بالنسبة للطفل صعب، صعب. هي دي اللي يعرفها، هي دي اللي بيحبها، هي دي الحاجة اللي يقدر يلمسها. ما هوش شايف اللي بعديها ولا اللي بعديها ولا اللي بعديها، شايف المستقبل. لا، شايف دلوقتي الحاجة اللي في ايديه. العذراء تسيب بلدها، تسيب بيتها، تسيب أهلها، تسيب اللغة بتاعتها، تسيب الأرض اللي عارفاها عشان تروح لأرض ما تعرفهاش وعمرها ما راحتها، وهي طفلة صغيرة ومعاها طفل لسه مولود. ليه يا رب؟ عشان تعرف ان انا اللي كنت معاها هنا هبقى موجود معاها فين؟ هناك. كأن ربنا بيغير كل الحاجات اللي مش ثابته في حياتنا عشان يأكد لنا ان الشيء الثابت الوحيد هو مين؟ هو. فالصحة تطلع وتنزل، والأصحاب يطلعوا وينزلوا، واللي بنحبهم يطلعوا وينزلوا، ويفضل ربنا هو ايه؟ هو. لكن بنتعب لأن بنحب المكان وبنحب الناس، ويجي ربنا يغير الحاجات دي كلها عشان يقول لنا انت اتكلت قوي على شيء ما هو الثابت. اوعوا تفتكروا ان ربنا بيسمح ضيقات او مشاكل في حياتنا بدون هدف. ربنا ما يسمحش بضيقات ومشاكل في حياتنا من غير هدف، حتى لو كان بالألم، عشان خاطر يخلينا نتعلق بيه هو أكتر ما نتعلق بأي حد أو أي مكان أو أي شيء تاني. لكن النقلة مش سهلة، محتاجة لحد زي العذراء. العذراء رغم صغر سنها لكن بسهولة بقت تعمل ايه؟
ليكن لي كقولك. هيكون لك ولد أقبل. إزاي؟ مش قبلت كده يعني نوع من العقل اللي مش بيفهم، بالعكس. إزاي ممكن يكون كده؟ لا، مع الروح القدس. حاضر، صعب بس حاضر. هتاخدي الولد وتروحي أرض مصر، حاضر. هتاخدي الولد وترجعي من أرض مصر، حاضر. الولد مش هيكون معاكي وهيكون بيخدم، حاضر. الولد هيتصلب، حاضر. أحشائي تلتهب، متفكرة في كل تلك الأمور في قلبها. هتلاقي أمور كتيرة في حياتنا بتكركب. في واحد هيفهم زي العذراء، وفي واحد هيقف عند اللعبة ويعمل إيه؟ ويعيط. اوعوا تتصدموا لو حتى أغلى الحاجات اللي في حياتنا طلعت ما هياش غالية، لأنها بتتغير. اوعوا تستغربوا لو اللي انت حطيت عليه كل أمالك وحطيت عليه كل رجائك لقيته بيتغير. لأن هي دي الحقيقة. السماء والأرض يزولان. يبقى الإنسان مش هيتغير، يبقى الأمور مش هتتغير. طب ليه يا رب الألم؟ عشان عينيك تبتدي تشوف اللي ما بيتغيرش، عشان عينيك تبتدي تفكر في الثابت، في اللي وعد ووعده صادق ويفضل وعده صادق للأبد. لازم ربنا ياخدنا في رحلاته ومشاوير، ياخدنا كده up و down، من أجل أن الواحد فينا يفهم إيه اللي باقي وإيه اللي مش باقي، إيه اللي ثابت وإيه اللي متغير، إيه اللي ربنا عايزه مني وإيه اللي بيحاول يفهمهولي. العذراء كانت بتفهم وبتلقط وبسرعة بتتعلم، ما بتحبطش، ما بتزعلش من الناس لأنهم ناس، لكن بتفرح لربنا لأنه إيه؟ ربنا. ما تزعلوش من الناس لو لقيتوهم ناس، ما تزعلوش منهم. إنسان طبعه كده، وربنا برضو طبعه كده. فربنا يورينا ضعفنا وضعف الناس عشان نشوف مين قوة ربنا وثبات ربنا ونعمة ربنا واستمرار ربنا في حياتنا. ويروح الملك ويرجع المسيح تاني لأرض أورشليم عشان خاطر يباركها. بارك أرض مصر. ما تنسوش أبدا أن مصر البلد وحيدة اللي اتباركت بالمسيح. ورغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر، ما تنسوش أبدا إن المسيح اللي باركها مش ممكن يتخلى عنها أبدا. حتى لو كان بالعقل والمنطق الأمور شكلها إيه؟ سيء جدا. حتى لو كان بالمنطق الأمور شكلها مستحيلة، لكن المسيح اللي بارك الأرض دي وبارك الشعب ده هيستنى كده برضو، عشان احنا ايه؟ بنعتمد على القوة مش على ربنا، لغاية لما نفقد الأمل تماما في قوتنا، وبعدين يبتدي يعمل ايه؟ يتمجد هو. لغاية لما نفقد الأمل. احنا لسه فاكرين هنعرف نحل الأمور بذكائنا، بدهائنا، بسياستنا، بتحالفات، باتفاقيات، لغاية لما نفشل تماما في كل الأمور دي. وبعدين ربنا يقول ايه؟ أنزل وأخلصهم. علمت أوجاعهم وسمعت صراخهم فنزلت لأخلصهم. ربنا يقف مع الكنيسة في شعب في مصر. ربنا يقف معانا وخلينا دايما
نتعلم من كل شيء بيحصل في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.